السلام عليكم. الواقعة اللي هحكي لحضراتكم عنها النهارده حصلت في قرية ميت خالد التابعة لمركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية. اللي حصل بإن في 4 أطفال راحوا اشتكوا لأهاليهم إن في راجل جارهم، الراجل ده عنده 56 سنة. بيقولوا إن هو عمل معاهم حاجات عيب هم ما يفقهوش أصلا عنها حاجة، ولكن الموضوع لما زاد الأطفال راحت واتكلمت مع أهاليها، ولكن لما رجال الشرطة ألقت القبض على الشخص ده، تعالى بقى انت يعني عملت معاهم ليه كده واستدرجتهم ازاي وايه بقى تفاصيل الموضوع. قال لهم ان انا كنت دايما يعني بفرحهم ان انا عندي العاب على التليفون بتنزل جديدة اول باول، وطبعا الاطفال عشان كانت بتبقى فرحانة فكانت بتخش معاه البيت. والمشكلة يا جماعة ان القرى الريفية، انا اتكلمت قبل كده وقلت ان بيبقى عندهم علاقة قرب وكلهم عارفين بعض، ووقت المشاكل بتبص تلاقيهم كلهم جنب بعض، وقت الفرح كلهم بيتجمعوا. يعني الناس في القرى الريفية بيكونوا أسرة واحدة، ودي حاجة من الحاجات الجميلة جدا، ولكن على قد ما هي إيجابية على قد ما فيها جزء كبير سلبي. المشكلة ان طبعا الاطفال بيكونوا عارفين ان الشخص ده موجود معاهم على طول، بيتكلموا معاه دايما، بيلعبوا في الشارع قدام منه، بيخشوا بيت ده بيخشوا بيت ده، وعندهم الموضوع لذيذ عادي. هتلاقي الطفل قاعد عند ده شوية وعند ده شوية، والاهل كده كده مطمنين ان الدنيا كلها واحد. ولكن المشكلة المرة دي وقعت مع جارهم، ولكن وانت تخيلوا ان الجار 56 سنة، يعني الاطفال دول في عمر احفاده. قال لهم ان انا استدرجت الاطفال دول، وكل مره اقول لهم ان انا عندي العاب مختلفه، تعالوا مره في الثانيه اتحرش بدي شويه ودي شويه، ولكن انا يعني ندمت وزعلت من نفسي بعد ما اهاليهم عرفوا. طبعا هو تم حبسه 4 ايام على ذمه التحقيقات، ولكن يا جماعه الرساله اللي حابب اوجهها للناس اللي في القرى الريفيه، ابنك ما يغيبش عن عينك، علشان دلوقتي انت مطمن ان في 99% الناس زي الفل. طب انت عندك 1% يا عالم، فأمن نفسك. بلاش العملية تكون يعني مباحة قوي كده، اللي هو ابني بيلعب وداخل طالع عند اي حد والدنيا جميلة. خلي بالكم على اولادكم، حافظوا على اولادكم، عيالكم ما تلعبش في الشارع وهم بعاد عن عينكم. ويا ريت كمان يا جماعة تعرفوهم ان الحاجات دي اللي بتحصل الاطفال، طبعا انتوا عمركم ما هتفهموهم حاجه يعني من الحاجات الكبيره، ولكن بسطوا لهم الموضوع ان ده مكان عفه، ما ينفعش حد يلمس المكان ده، ما ينفعش يحصل كذا كذا كذا، لو حد عمل معاكم كده صرخوا صوتوا اجروا. فلازم تفهموا اولادكم الحاجات دي كويس، علشان يعني يا عالم ربنا رب يحفظنا ويحفظكم من اي شر، ولكن الاحتياط واجب. لما تفهم ابنك ان المكان ده منطقة عفة وان ما ينفعش حد يعمل حاجة زي كده او ايا كان، ساعتها هيكون الطفل على درجة الى حد ما بالوعي ان المكان ده ممنوع. فاتمنى من الله ان الناس تخلي بالها على اولادها. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظكم من اي شر ويبعد عننا وعنكم اي سوء. هسيب لحضراتكم لينك المصادر تحت في الكومنتات، ادخلوا بصوا عليها، وما تنسوش حاجة مهمة جدا ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. وهسيب لحضراتكم لينك قناه اليوتيوب الجديده كمان تحت في الكومنتات. اتمنى كل اللي موجودين عندي يخشوا ويشتركوا ويفعلوا الجرس، عشان عايزين نعلي يعني الصفحه دي بيكم تاني، لان القناه القديمه اتوقفت. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم.